ادعيلي بعد اللي انا هقوله لك دلوقتي ده، لان كان في راجل كده يا جماعه. انا هحكي لكم قصتي من البدايه. ده شكل شعري تمام بالمبدأ. بصوا، دي بخاخه. كان في راجل كده يا جماعه، كنا في القاهره. تمام، احنا دلوقتي في القاهره. تمام، احنا كنا في حديقه. تمام، فشفت راجل كده يعني عجوز في السن. ماشي، انا كنت بتكلم عن حاجه فهو ضحك عليها بقى، فانا حبيته الكلام ده. لا، ما حبيتهوش حب اللي هو، لا مش كده. حبيته كشخص لطيف. تمام بقى، فقعدت اتكلم معاه بقى. في وسط الكلام قال لي، فانا بقول له انا شعري مش بيت. وقال عندك حل، وباين يعني إن هو شخص متدين ومحترم كده. تمام، فقال لي انت بتجيبي ميه بخاخه وتقرأي المعوذتين في الميه دي. تمام، وكل يوم ترشي شعرك، بس تحبسي الدعاء ده جوه البخاخه، وشعرك في خلال 3 ايام بس هتلاقي تحسن فيه. جربي بس الوصفه دي وادعيلي. تمام، قبل نجرب الوصفة هقرأ المعوذتين. لازما الدعاء ده خليه جوه، مطلعهوش بره. يلا دلوقتي عشان بصوا شكل شعري. بيقول لي في خلال 3 ايام ادعيلي هتلاقي شعرك اتحسن 180 درجة، ولو محسود محدش هيعرف يحسده تاني. ولقيت بنت جنبه، قلت له مين دي؟ قال لي دي بنت شعرها بسم الله ما شاء الله. بقولها انت كوية؟ قالت لي لا. قسما بالله طول معدي رجلها بكتير. يعني بصوا، انا ذات نفسي شفتها قلت بسم الله ما شاء الله، بنت جميله في الشكل وفي الشعر. ماشي، فسالته عن السر، قال لي كل حاجه بتستخدمها بنته، ولما تيجي تستحمى بتستحمى بميه ورد. بصوا، وبحطه وبستخدمه تاني يوم عادي. بس الصراحه شعري بس اكيد مش طار كده.
وبيقول لي كمان رشي بيها اوضتك وفي الاماكن الضلمه برضه رشي، بس حافظي على الميه دي. وبس كده، باي.